عمرك سمعت عن حد محبوس في مرايته؟ حد المراية بالنسبة له مش مجرد عاكس لشكله، ده باب مقفول بقفل مش هيتفتح غير بكسر فكرة واحدة بس. أنا عارف إن كلامي فيه ألغاز شوية، بس تعالوا نسمع مع بعض قصة ملك. في أول أيام العيد ملك كانت واقفة قدام مرايتها وبتعيط، تسأل نفسها هو أنا ليه شكلي كده؟ أنا كان نفسي أبقى زيهم. بتسأل الأسئلة دي وهي شغالة تحط ميك اب كتير في وشها، ميك اب يصغر مناخيرها ويخفي الحسنة ويكبر الشفايف. في اللحظة دي بتخش أختها وبتتفاجئ من شكل ملك اللي اتغير 180 درجة، وبتسألها إيه ده؟ شكلك حلو، مش محتاج كل الميك اب ده. قالت لها لأ، أنا مناخيري دي لازم تختفي وشفايفي دي لازم ما تقلش عن شفايف أسماء صاحبتي. وفجأة بتدي ملك لأختها التليفون عشان تصورها وتقول لها صوريني بس من الجنب ده بس، عشان الجنب التاني مش بحبه. وقتها أختها فضلت واقفة مصدومة من تصرفات ملك. عارفين ليه؟ عشان ملك هي صاحبة لقب ملكة جمال الكلية في 2005. وهنا السؤال، ليه بنصدق عين مخنا ونكذب عين الحقيقة؟ وإمتى الاهتمام بالشكل بيتحول لمرض بيحبسنا جواه؟ لما نسأل الأسئلة دي نعرف إننا بنتكلم عن البادي ديسمورفيك ديس اوردر، الاضطراب اللي المخ فيه بيتعامل مع عيب بسيط أو حتى وهمي كأنه تشوه جسيم. وده بسبب إن عقلك بيدخل في حالة تركيز مفرط بتخليك تفقد القدرة على رؤية شكلك ككل، وبتشوفه مجرد تجزئة لعيوب. ودي مش قلة ثقة بالنفس، ده خلل في معالجة الصور في الدماغ بيخليك كفيف عن جمالك الحقيقي. وفي علم النفس الاضطراب ده مرتبط بنفس دوائر الوسواس القهري، وعشان كده علاجه الأساسي CBT مع SSRIs، بس لازم تحت إشراف طبيب. ونصيحتي لو بتمر بنفس أعراض ملك ممكن تجربي التمرين ده، تمرين المراية البعيدة. النهاردة هنبص للمراية من بعيد على بعد 2 متر على الأقل، وهنمنع نفسنا من التدقيق في التفصيلة اللي بنكرهها في جسمنا أو في شكلنا، وهنبتدي نبص لشكلنا ككل ونقول 3 حاجات تانية بنحبها في شخصيتنا أو جسمنا. الهدف من التمرين ده ان احنا نعود المخ انه يبتدي يشوف اللوحة كاملة، مش بس النقطة السوداء. لكن لو في افكار انتحارية او اكتئاب شديد لازم تدخل فوري من متخصص. وفي تحدي النهاردة عايزك تنزلي من غير ميك اب او تعرضي للناس الحاجة اللي دايما مخوفاكي وشوفي رد فعلهم ايه. المهم تكوني كسرتي حاجز الخوف. لو عملتي تحدي النهاردة اكتبي في الكومنت هلال وقلب احمر من غير شرح، عشان نعرف ان في ناس بتتعافى بصمت، وإن في ناس أخيراً بطلت تظلم نفسها. ما تخليش نظرة مراية مكسورة تكسر روحك. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن الظاهرة الموجودة اليومين دول في المسلسلات، ظاهرة مرض السرقة. أشوفكم بكرة وكل سنة وانتم طيبين.